الحلقة رقم 33 من بسمة عمل. مشاكلك مش مبرر تدمر بيها شغلك. كلنا عندنا مشاكل بره الشغل، خلافات عائلية، ضغوط مالية أو حتى تعب نفسي. ده طبيعي، احنا بشر. لكن في فرق بقى كبير إن مشاكلك تأثر عليك كل شوية وبين إنك تسيبها تاكل شغلك كله وتدمر مصدر رزقك وتخلي المشاكل دي تمتلكك. احكي لك بقى على عمنا سامح. ده موظف موهوب في خدمة العملاء. أول ما بدأ كان بيحل مشاكل العملاء بابتسامة، لكن بعد فترة جاله انفصال صعب في حياته. بدل ما يحاول يوازن حياته، بدأ ينفس غضبه على العملاء وزمايله. في شهر واحد استقبلت الإدارة منه 5 شكاوي رسمية، أو استقبلت الإدارة عليه 5 شكاوي منه، يعني العميل بيشتكي منه. مديره حاول يدعمه ويتكلم معاه، لكن سامح كان شايف ان الناس مش مقدره اللي هو فيه. الناس لازم تحس ان عندي مشكله، لازم يعرفوا قد ايه انا مضغوط. بس النتيجه محدش I don't care. انا لا اكترث بسامح ولا اعرف عنه حاجه. انا كعميل انا مش مهتم I don't care. النتيجه خسر الشغل وخسر علاقاته في الفريق. رسالتي ليك النهارده: مشاكلك مش مبرر تدمر بيها شغلك، ولكن شغلك ممكن يكون وسيلة تساعدك تعدي مشاكلك. توصيتي ليك العملية النهاردة: لو بتمر بظروف صعبة مفيش مشكلة خالص، صعبة قوي، اطلب اجازة او اطلب من مديرك يخفف المهام عليك مؤقتا بدل ما تبوظ سمعتك وشغلك. افصل دايما بين حياتك الشخصية والمهنية، حتى لو بفاصل بسيط قبل ما تدخل المكتب. مش بقول افصل حياتك كلها، ولكن ركز عشان ما تخسرش الحاجتين. اتعامل مع الشغل كمساحة امان، شغل مصدر اكل عيش، مش كمساحة تفريغ سلبي. اللي بيخلط بين شغله ومشاكله بيخسر الاتنين. سؤالي ليك النهاردة: انت اخر مرة كنت مضغوط شخصيا قدرت تحافظ على شغلك بعيد عن المشكلة ولا لا؟ اشوفكم في حلقة جديدة من بسمة عمل.